الحمام من اسهل واسرع الاكلات وبجد مش بياخد وقت تماما. معايا حله فيها شويه زيت وقطعه من الزبده. اول ما يسخنوا كويس جدا اكون طبعا غاسله القوانص والكبد بتاعه الحمام ومصفياها ومقطعاها صغير خالص. هنزلهم بقى واقلبهم تقليبتين لغايه ما ياخدوا لون بني فاتح كده. هروح منزله عليهم بصلتين كبار مبشورين واقلبهم وانزل بقى عليهم بالتوابل، فلفل اسود وملح ورشه من جوز الطيب ورشه من الشطه. ما بكترش توابل اكتر من كده، انا بحب طعمه يكون طعمه مفهوش اي افتكاسات. بقلبهم مع بعض كده وبعد كده اروح نازله عليهم بقى بالرز البلدي المصري بعد ما اغسله كويس جدا واصفيه. اروح منزلاه واقلبه تقلبتين ونفس مقدار الرز بحط عليه ميه بتغلي، نفس المقدار بتاع الرز نفس مقدار الميه. اول ما يغلوا غلوتين كده اروح موطيه عليهم واسيبهم لمده 5 دقايق. وبعد كده برفع الغطا من عليه واسيبه يهدى شويه عشان اعرف احشيه. وبعد كده احشي بقى الحمام. طبعا معايا الحمام هنا طبعا متورق كده، يعني الجلد مش لازق في اللحم. واحشي بقى الرز من كل اتجاه. طبعا الرز هنا عشان مستوي فمش هينفش معايا قوي، بس اهم حاجه ان هنسيب الحمامية تكون متهويه شويه، ما تكونش مكبوسه قوي. هركن بقى الحمام على جنب واجيب بقى ميه تكون بتغلي وفيها بقى طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل ورق لورا وحبهان. واول ما الميه ما تغلي اروح منزله الحمام. اول ما بينزل الحمام بيقفل من كل اتجاه كده وما بينزلش بقى رز، واسيبه بقى يغلي غلوتين. واول ما يغلي اوطي عليه لمده 30 دقيقه مش اكتر من كده. وبعد كده اهم حاجه كمان ما نغطيش الحل عشان ما يفرقعش في الحل. حتى لو هغطيه يبقى الغطا موارب كده. هو خلاص الحمام استوى معايا، بطلعه بقى كده واحطه يتشمع لمدة نص ساعة في الهواء كده. وبعد كده اجيب بقى معلقة لبن وادهنه من كل اتجاه عشان يديني اللون الحلو اللي احنا بناكله من بره. وبعد كده اجيب طاسة وفيها شوية زيت وقطعة من الزبدة او السمنة البلدي. واول ما تسخن كويس اروح منزله الحمام. وبس كده. بجد طريقة سهلة وسريعة ومتاخدش وقت، وكفاية انتوا عاملينه في البيت، ريحته وطعمه حاجة كده بجد خطيرة وملهاش حل. جربوها كده وقولي ايه رأيكم، وبألف هنا.